السلام عليكم ومرحبا بكم في حكايات من المغرب، القناة اللي كتقدم لكم قصص واقعية بعدها مضحك وبعدها كيمس القلب. القصة ديال اليوم مختلفة، قصة ديال حمزة اللي كانت حياته غادية في طريق مستقيم حتى دخلت عليه واحد المرأة كتبيع الخضرة وقلبت ليه كل شيء. أنا سميتي حمزة، عندي 32 عام، ساكن في سلا، خدام في شركة خاصة بلا ذكر الاسم، عايش مع والديا، حياتي عادية ومبرمجة، كنخدم كنرجع كنخرج مع صحابي، مرة كنلعب معهم شي ماتش ديال الكرة، وكندي والديا للطبيب مرة حين عيانين شوية. واحد النهار وانا راجع من الخدمه دزت من قدام السوق اللي كاين في الحومه، كانت واحد السيده كتبيع الخضره جديده في الحومه، شي حاجه فيها شدتني، ماشي غير حيت زوينه ولا حيت الطريقه اللي كتضحك بها مع الناس، ولكن شي حاجه اخرى شدتني ما عرفتهاش. مشيت عندها باش نشري شويه د الخضره وبدينا كنهضروا. سمات راسها حياة من مراكش، مطلقه وعندها بنت صغيره كتقرا في الاعدادي وقيله في السابعه. بدات كتسولني واش انا مزوج، قلت لها لا، وضحكت وقالت لي راه باين هذاكشي علاش غير غادي وكدوز من قدامي بلا ما توقف. ايوا هذيك الضحكه ديالها الزوينه دارت بلاصتها في قلبي. من داك النهار وليت كندوز نشري غير من عندها، ولو ما خاصني والو غير باش نشوفها. بقينا كنهضروا وتلاقينا مره في القهوه، ومن بعد ولات العلاقه كتقوى، بدينا كنخرجوا، ولات كتعرفني على بنتها، حتى ولات كتقول لي يا حمزه انت يا الراجل اللي كنت كنقلب عليه من شحال هادي. حسيت براسي مسؤول وبغيت نعاونها تبني حياتها من جديد. مشيت عند الوالدين وبغيت نتشاور معاهم، وهما يقولوا لي سير غير بشويه عليك، راه الحياه ماشي غير زين وضحك، ماشي حيت صافي بانت لك الزين وقلتي لا بشويه تبت وحصنتها تعرف مع من. ولكن انا ما سبعتش حيت القلب كان غالب. وبعد شهرين ولات حياة كتجي عندي للدار ودوزنا ايامات زوينه تنضحكوا، كانت العلاقه زوينه بزاف، حتى بدات كتطلب مني فلوس بزاف، خاصنا تلفازه جديده، خاصني نصلح الثلاجه، خاصني نبدل الحانوت، خاصني وبديت كندخل في شي مسؤوليات اللي انا اصلا مازال ماشي راجلها، ولكن كنت كنقول ماشي مشكل نعاونها. وبدات كدوي على الزواج وانا كنت باقي مخلوع. واحد المره طلبت مني نكتب لها واحد البقعه صغيره في سميتها، وقالت راه ضمان للمستقبل، واخا نتزوجوا راه كل واحد فينا غادي تكون عنده دارو. وانا بحال مشكره وقلت ايوا علاش لا، انا مادام كنثق فيها وكنبغيها راه تستاهل. واحد النهار مشيت عندها وكان ديك الساعه الويكاند، ما لقيتهاش، سولت على بنتها لقيتها مسافره لمراكش، حاولت نعيط ولكن الرقم ديالها طافي. دوزت ايامات كلها شك، حتى جا خالي وقال لي راني شافت حياة في مراكش مع راجل وكيضحكوا، وهو ديك الساعه في داك الويكاند حتى هو سافر لمراكش. انا ما تيقتوش، ولكن قلت والله تنمشي براسي، خليت الخدمه ومشيت فجاه لتماك وانا نلقاها، حيت هي كانت عطاتني عنوان ديالها وسميتها وكنيتها والعائله ديالها، وكانت الصدمه لقيتها مع راجل اخر في حومه شعبيه وعايشه معاه وكيضحكوا بحال ما كاين والو. جيت وقفت عليها وما دارت حتى شي رياكسيون، واجهتها وقالت لي ببروده احمزه ما بيناتنا والو، كلشي كان مؤقت وانا ما عمرني ما وعدتك بشي حاجه. تصدمت، ما عرفتش، رجعت بحال الهبيل. المهم الخدمه ديالي نقصات، الوالدين كيبكيو على حالتي، وانا ندم على كل ريال عطيته ليها حيت ما تستاهلش. دوزت شهور كندوي مع راسي، كتبت كل شيء في الدفتر، وعرفت باللي ماشي كل ضحكه حقيقيه ولا كل حب راه كيكون نقي. رجعت لحياتي، ولكن رجعت حمزه واحد اخر جديد، حمزه اللي تعلم الدرس، اللي عرف قيمه النيه وعرف ان النيه الخالصه ممكن تطيحك الا وقعتي في الشخص الغلط. ايوا يا خوتي، هذه كانت قصتي. مولات الخضره خرجت على حياتي ولكن ما خرجتش على عقلي، حيت علمتني بزاف. الا عجبتكم القصه ما تنسوش ديروا لايك، تشاركوا الفيديو مع اصحابكم، وتشتركوا في القناه ديالي حكايات من المغرب باش يوصلكم كل جديد. ونتلاقاو في القصه الجايه ان شاء الله. تهلاو في راسكم.